السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، مرحبا بكم. مرحبا بكم في قناتي على يوتيوب أحمد أفلال، وقناتنا في صفحتنا على الفيسبوك. شوف، بلا مقدمة بلا حتى حاجة، هذا الفيديو موجه أو رسالة هي موجهة للشعب الجزائري أكثر ما هو الشعب المغربي. شوف هنا بان لكم واحد الصورة، هذه صورة فيها يعني أثناء استقبال البعثة الجزائرية للمنتخب الجزائري أثناء نزوله بمطار مراكش، مطار المنارة بمراكش، أثناء يعني مباراته أمام بوركينا فاسو في إقصائية كأس العالم. رغم أن كانت الخطوط يعني رغم أن كانت الحدود مغلقة بين الدولتين، إلا أن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية توجهت من الجزائر مباشرة إلى المغرب. شوفوا معي الصورة، يعني شنو غنقولوا؟ شنو التعليق ديالكم الاخوه الجزائريين؟ شنو التعليق ديالكم؟ هذه صوره حيه، يعني نتوما كتعرفوا هذه المساله هذه. لما كانت مشاركه الجزائر في كاس احصائيه كاس العالم جات هنا المغرب، وهكذا استقبلها الوفد المغربي. يعني نزلت الطائره، جات من الجزائر مباشره الى المغرب، ما كاين لا خطوط جويه كذا ولا كذا، خطوط جويه الجزائريه مكتوبه فيها في الطائره في مراكش. هكذا تم استقبالها نهار اللي لعبت امام بوركينا فاسو. يا اخوان الكرام، انا كنقول لكم ان حنايا بلاد السلم والسلام والامن والامان، بلد يعني الناس اللي الكرماء. خلونا دابا انا كنقول لكم هذا الشيء هذا، ربما الجزائر ما يعجبوش الحال. شوفوا صح انتم دابا هذه يا اخوان الكرام، الله يجازيكم بالخير. انا ما كنهضرش على الشعب، انا كنهضر على المسؤولين. اما الشعب فحالي فحالو، الله يجازيكم الخير باش تفهموا هذه الحاجه. انا كنهضر على المسؤولين، اما الشعب هو مساكن حتى هما كيبغيو لنا الخير، حتى هما بحالنا بحالهم. كنقول لك زعما شوف الفرق فين كاين. شوف دابا هذا المنتخب الجزائري جا على متن طائره الخطوط الجويه الجزائريه من الجزائر مباشره لمراكش المغرب. يعني علاش المغرب ديك الساعه ما قال لهم ودي الطيران الجزائري محظور، ممنوع يدوز فوق هذه ديك الساعه؟ علاش لا؟ هذه مسائل الرياضه الجامعه الملكيه ولا الدوله المغرب احترمت صراحه، عطات واحد الاحترام، عطات واحد الشأن هذا الامر هذا. لان حنا في الرياضه ما يمكنليش نمنع خي ما يجيش عندي انا كره القدم. اخي اسمح لي، راه ما كاينش. دابا هذه ما تفكروهاش المسؤولين الجزائريين. علاش ما تفكرتوش هذه اللحظه هذه؟ مثلا نهار اللي لعبت الجزائر مع بوركينا فاسو في مراكش، ملي جاو من الجزائر، جاو من الجزائر مباشره الى المغرب. ما ديك الساعه ما قالتلهمش المغرب ودير الخطوط مغلقه او كذا مغلقه، قالت لهم مرحبا بكم اخوتي الجزائريين. هنا شوفوا الفرق فين كاين. شوفوا الفرق. واش دابا حنايا واش حنا قباحين؟ واش المسؤولين دابا المغاربه قباحين؟ ماشي قباحين اخوتي، الله يجازيكم بالخير. ما تقولوش قباحين ولا حنا ما كنسواوش ولا كذا ولا قرار سيادي. وحنا عندنا القرار السيادي، ولكن القرار السيادي احترم الشأن الرياضي. حنا عندنا القرار السياديه وكذا ولكن ملي جا في الشأن الرياضي قال حشوموا عليا وعايب عليا، نمنع انا خوتي ما يجيوش لهنا. عندنا خلافات سي كلارو، عندنا خلافات، ولكن هذا ما كيعنيش انني تنغلق كل شيء مره. خلافات، حنا ماشي شي خلافات وقع بيناتنا شي حروب ولا وقع بيناتنا الحمد لله حتى حاجه. الجزائر ولا المغرب ما عمر كان بين شي حرب ولا شي. وقع ديك النزاعات وديك الخلافات بسيطه بحال ديك الخس في دار واحده، واحد يقلب وجه هكا واحد يقلب وجه هكا، صافي هادشي اللي كاين. ما كاينش زعما شي حاجه نديه كبيره ولا والله ما كاين شي حاجه. شوف نهار اللي جا المنتخب الجزائري باش يشارك في الاقصائيات كاس العالم بالمغرب، شوف جا واستقبلوا الوفد المغربي على متن طائره الخطوط الجويه الجزائريه، وما كاينش شي غرام ديال المشكل. يعني ما كاينش شي مشكل ولا قلنا لهم ودي حقا لا الاجواء مغلقه ولا يمكن وكذا ما قلنا لا يمكن لا حتى حاجه. مرحبا بكم والف مرحبا، انتم في بلادكم الثانيه. من الاخر هذا المغرب ابان على يعني الكرم ديالو، وعلى يعني كيفاش يحب السلم والسلام والامن والامان والتعايش مع الشعوب الاخرى. واخا عندي معك خلاف، هذا ما كيعنينيش انني غادي نرفضك ما تجيش عندي بلادي. بلي غادي تجي مرحبا بك، فهمتي؟ مرحبا بك. حتى ديك الناس ديال الجزائر كاملين بغاو يجيو لبلاد المغرب، مرحبا بك. نهار غير محرز العام اللي فات وقيله ولا هادي، محرز جا لمراكش ودوز الفاكونس ديالو في مراكش. محرز لاعب جزائري، جا المغرب ودوز الفاكونس ديالو في امن وامان وسلام، وفرحوا به المغاربه، فرحوا به لان ملاعبي ديالنا، هذاك ملاعبي جزائري وفحال ملاعبي ديالنا، راه خانا
فرحنا به وعطيناه قيمه، وبدا دوز فاكونس ديالو مع راسو ومشى فحالو. علاش ما قلناش يا ولا كذا ولا علاش ولا كذا؟ سمحوا لي، حنا ما خصناش نكونوا بهذا الشيء هذا، الله يرضى عليكم. اذا انا قلت لكم هذه الصوره، يعني شوف يعني ما تقولوش اودي حنا كنا سباقين هذا الامر هذا. يعني المغرب كان سباق للخير. يعني لما جات الطائرات الجزائريه كان ديك الساعه مغلقه، الحدود كان مغلقه، اصلا كان مغلقه الحدود الحاليه مغلقه، كان مغلقه الحدود، ورغم ذلك سمحت لا دوله المغرب باختراق الاجواء ديالها، وبدا نجي وننزل في امان، في امن وامان، وما كاينش كرا المشكل. علاش حنا داخلين في الرياضه؟ ما يمكنناش. وعاد واخا تكون غير الرياضه، واخا يكون كاع ماشي شؤون اخرى، اذا بغيتو تجيو مرحبا بكم، فهمتيني ولا؟ اذا بغيتو تجيو مرحبا والف مرحبا على الراس والعين، ما كاينش كرا من المشكل. لان شوف، راه لا للتفرقه، الانسان خصو يتجمع. هذا الزمان انا قلت لكم كما قلت واحد الفيديو سابق، الانسان كيبحث على طرق سبل للتعايش، فهمتي، للسلم والسلام والامن والامان باش نعيشوا. اذا بغينا نتفرقوا كذا ما نفلحوا حتى حاجه، ما نمشيوش بعادين. لهذا الاخوه الكرام الله يجازيكم بالخير، الانسان دائما يدعي التعايش، راه ما تما والو، راه الدنيا ماشيه بحالها. علاش نتوما نفرقوا بعضياتنا وكذا، والطياره ما نزلش عندي وانا كذا شوفوا الاخوه الكرام، على فكره انا ماشي كنجي مع المسؤولين ديالنا ولا شحال المسؤولين ديالنا، حنا كنعرفوا بعضياتنا. المسؤولين ديالنا صراحه هما كيبغيو الصلح، باش نكونوا واضحين جدا. راه انتو واش دابا نهار اللي جات الطائره الجزائر ما وقفوهاش ولا قالوا لهم ممنوع تدخلوا الاجواء ديالنا؟ قالوا لا مرحبا. حتى دابا صاحب الجلاله نصره الله هو كيدعينا الصلح وكيدعينا التآخي ولا حسن الجوار، كيحث على هادشي كامل. واذا بغيت كذبتوني رجعوا للخطابات الساميه ديال صاحب الجلاله، وعاد تسمعوا كلشي بودنكم. كيقول لكم ما يمسكم يمسونا وما يضركم يضرونا، وقال ما عاد تشوفوا حتى حاجه شي عيب من عندنا حنايا، قال ما يمكنش تشوفوا من عندنا، لن يضروا الجزائر شيئا منا. واكثر من هادشي هذا الاخوان، وليس ما خصوش يكون عاود حتى واحد الدرجه. شوف ما تبعش كلشي بحال القاطع، تبع ديك المسؤولين. المسؤولين راه هادو ماك بلا ما تهضر عليهم، ما تتبعهمش. شوف الناس ملي كتشوف هذا كتلقى الاخوه، كتلقى الاسلام، ماشي شحال كتلقى هذا خوتك. ما تتبعش هادو ماك ماشيين فواحد الهويه تتبعهم. راه المسؤولين ديال الجزائر لا اله الا الله محمد رسول الله، صراحه هي هذه، ماشي بواحد الطريق، ماشي هي هذه. انت تابع غير العداوه، ما ترطاش. والكره صاحبي ما فتحتيش الحدود، الناس اللي دخلوا يلعبوا معك الكره، حنا نلعبوا على الكره ما نتحرموا حتى حاجه. غنجيو عا من عندكم دوز على الطياره في الهواء، ما غتضرك حتى بحاجه. لا قراصيه، وقراصيه دي شنو كاع القراصيه دي يكون فيه؟ شنو في هاد القراصيه دي؟ كاع القراصيه دي شنو فيه مثلا؟ شنو زعما هاد القراصيه دي؟ ممنوع عندنا الحيط في السماء ولا عاد ضرب في الحيط ودرجع؟ الله يا خاي، قراصيه دي ولا ما قراصيه دي؟ طائره ما جا كتحمل فريق كره قدم صافي وتسالى الكلام، وتكون هذه بادره خير، ماشي بارده. والانسان خصو يعرف. اخوة الكرام، هادشي اللي كاين في هذه الحلقه وفي هذه الفقره. لا تنسوا الاشتراك في القناه، تشتركوا معنا في القناه، تعملوا ابوني للقناه هي تحت ديك الحمر، يعني تعملوا جيم للفيديو، وتتبعونا الصفحه ديالنا صفحه احمد افيلال، ودعملوا المتابعه، وشكرا لكم جزيلا.